سلام البنات، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بالف خير. اليوم ان شاء الله راح نحضر معاكم وصفه كروكيت على العسل اللي دارت الترند في اليوتيوب. تبعوني حبيباتي خطوه بخطوه وان شاء الله تنجح معاكم. نروح مباشره للمكونات. عندي نص كاس سكر عادي ونص كاس عسل، كاس تاع الزيت او مغرف بيكربونات. هذه المكونات الاولى. حطوهم كامل في كاسرونه، نحاول نقرب لكم الكاسرونه باش تشوفوا. حطوا المكونات اللي سميتهم لكم كامل مع بعضها. هذه المرحله الاولى. البنات حاولوا انكم ما تفوتوش في الفيديو باش ما تفوتوا حتى معلومه ولا نصيحه ولا تخص الوصفه. حركوهم مليح ونديوهم على نار تكون قليله، مش قليله ياسر، متوسطه برك. نبقاو نحركو، ما نحيوش يدينا حتى يذوب السكر. شوفوا بدا يذوب معانا. كنشوفوه داب تماما نروح نضيف مغرف قهوه البنات، ماشي هذيك الصغيره، المغرف اللي ناكلو بها الياغورت ولا الفلون. نديرو مغرف تكون معمره كما راكم تشوفوا. راني نقرب لكم باش تكون الصوره واضحه. شوفوا غير تحطوها بك البيكربونات تبدا تتفاعل وتشكل لنا رغوه. نبقاو نحركو حتى نشوف اللون تاعها تغير. في الاول راح تكون بيضاء ومن بعد تبدا صفراء ومن بعد حتى نتحصلوا على اللون البني. ما تخلوهاش برك البنات تغلبكم وتتحرق. غير تشوفيها بك اللون تاعها بدا يولي لك بني نحيه. شوفوا راه ولات صفرة دركا. انا نحاول نقرب لكم باش تفهموا وتشوفوا مليح. على هديك نقول لكم البنات ما تفوتوش في الفيديو. هذا هو اللون اللي نحتاجوه. نورمالمون في المرحله هذه نحبسه. شفتوه اللون البنات كيف بدا يتشكل بني؟ هو ماشي بني بني، يجي اصفر قوي. نروح نطفيو عليه ونفرغوها في الغيسيبيون. بالك البنات تشوفوها تشكلت عندكم هذيك الحبيبات كيما السكر، توليكم كراميل، ما تخافوش منها. غير من بعد تضيفي لها البيض وتبداي تضربي فيها، راح يذوبوا خلاص ما يبانوش. انا نحاول نبردها بالفوي كما راكم تشوفوا. وانتم واش ديروا؟ خليوها البنات حتى تبرد وحدها، راهي تدي معكم وقت شويه طويل. انا غير بالفوي كما راكم تشوفوا دات معايا تقريبا 15 دقيقه. انتم خليوها تبرد على راحتها وكخدموا خدمه خلاف وعاودوا ارجعوا لها. انصحكم جامي تحطوا فيها البيض وهي مازالها سخونه. اللي عندها الباتور تستعمل باتور، واللي عندها براميكسور وسيت نجم تستعمله، واللي ما عندهاش تنجم تستعمل الفوي مي يتحرك شويه بسرعه. نضيفوا البيضات كما راكم تشوفوا، نضيفوهم بالوحده ونحركوا. نضربوهم مليح حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس. نروحوا نضيفوا الفرينه. انا الفرينه البنات ما حبيتش نضيف مباشره، حبيت نعطيكم الكيل الصحيح والنوع تاع الفرينه اللي استعملته، لانه كاين بعض الاخوات استعملوا نوع اخر تاع فرينه دات معاهم غير 4 كيسان. انا استعملت فرينه ماما، درت 2 كيسان الاولين وهذا الكاس الثالث. نعطيكم البنات معلومه صحيحه باش ما تغلطوش. راهي نوع الفرينه وسي يلعب دور كبير. هذا الكاس البنات الرابع راني نستعمل فيه بالتدريج. شويه العجينه دي تقلقكم راهي تلصق في اليد. الكاس الرابع درته كامل البنات، ودركا راني في الخامس نحيت الليغون باش نستعمل يدي ونجم نميز القوام اللي نحتاجه. حاولوا تتحصلوا على العجينه تكون تتلاصق شوي كما راكم تشوفوا، ما تديروهاش متماسكه.
لازم تكون شويه طريه. راهي دات معايا البنات 4 كيسان ونص من فارينة ماما. انتوما كي توصلوا للكاس الرابع ديروا 4 كيسان واحبسوا صح حتى تشوفوا القوام وصلتوا له، ممكن 4 كيسان تكفيكم. نروح نقسموا هذيك العجينه على 3 كما راكم تشوفوا، نشكلوا 3 تاع لي بودان. في الوقت هذا الفور تاعنا راهو يسخن على 150 درجه. درت بابي كويسون البنات انا على البلا. نروح نشكل بودا دوزيام. وصفه البنات باش نقول لكم سهله، حتى اللي جامي دارت الكاطو تنجم ديرو ويجيها مليح. تبعوا باك الخطوات وما تفوتوش الفيديو. انصحكم ديما البنات تعودوا راح تتعلموا حاجه ولا تجربوها جامي تفوتوا في الفيديو. اضغط عليها شويه من الفوق باش ما تجيناش بومبي ياسر. الكميه اللي درتها لكم البنات تخرج لكم 3 تاع لي بودان، وحجم حبه الكاطو تكون مليحه برك. شوفوا البنات ديتها طيبتها وكي خرجتها نحيت لها هذيك اللي تجي البنات على الاطراف منا ومنا، قصيتهم ورحت رحيتهم في لاشواغ. شوفوا راح تشقلكم هي في الاول، ما تخافوش منها لانه من بعد هذه كامل راح تتغطى. كما قلت لكم كنت تحطوهم البنات تحطوا البلا تاعكم في الفور، حاولوا تطلعوها الفوق بعيد على النار، لانه كما نعرفوا لاباط تاعنا فيها العسل وتتحرك فاسيلمون. حاولوا انكم طيبوها على نار تكون شويه ضعيفه. درت فوق البنات غير خرجتها قصيت هذيك قلت لكم الحواف ورحيتهم كما راكم تشوفوا بالبانسو. درت من الفوق كوش تاع الكونفيتور تاع المشماش. وهذا البسكويت تاعنا بعد ما رحيته هذوك الاطراف اللي قلت لكم عليهم نستعملوا الصفايه ونديروها من الفوق. كما قلت لكم كي يتشقق ليكم ما تخافوش لانه كامل راح يتغطى. نروح نقصوهم. واللي ما تعرفش البنات تكيل بزوز صوابع كما راكم وريت لكم دركا. هذا الكروكي البنات راح يكون مش كما الكروكي الاخر، راح يكون طري والذوق تاعو صدقوني ولا اروع بنا ما شاء الله. هذه البنات مش ضروري اختياري، تنجمي ديري الشوكولا كيما تنجمي تستغني عليها، ومام بلا شوكولا الشكل تاعو صدقوني رائع. انا كانت متوفره عندي في المنزل على هذيك درتها وسي اعطت منظر مليح. كما راكم تشوفوا تخرج لنا كميه ما شاء الله تقريبا 21 حبه. يعني قاطو يليق تاع عيد، يليق تاع قهوه العصر، يليق وسي تاع ضياف، شكله وقوم ما شاء الله. حاولوا حبيباتي تجربوه. اللي عجبتها الوصفه تاعنا دير لنا لايك وتبارطاجيه. هذا الشكل النهائي. نقسم قدامكم البنات حبه وشوفوا كيف ما راه طري، جا طري ما شاء الله. مع السلامه حبيباتي، ونتلاقاو في وصفه جديده. في امان الله.